كابتنية بغداد، اخوتنا متابعين حيدر السوداني، مساء الخير على كل العراق والعراقيين، مساء الخير على بغداد الحبيبة واهلها الطيبين، مساء الخير على كل كابتنيتنا واعضاء جروب 2 عراق، مساء الخير على كل كابتنيتنا اللي ونسونا وفكوا ووصلوا اصحاب فضل على الهواية واصحاب الهواية وصلوها للاحلى وللاحلى وللاجمل. مساء الخير على كل المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. مساء الخير على اخوتنا المغتربين اللي بالخارج، عودة سريعة مصحوبة بالصحة والعافية والسلامة. خلوكم ويانا، ساعدونا البث، سووا تاكات لاخوتكم واصدقائكم وتعليقاتكم الجيدة اللي تليق بالجروب وكابتنيتنا واخوتنا واصدقائنا. التعليقات الايجابية بحق اللي تعبوا وفكوا ودربوا وعناء الطير وتعب الطير ومصرف الطير ووصلونا للأحلى وللأحلى ونسونا هاي السنة. خليكم ويانا اخوتنا واصدقائنا ان شاء الله برنامج اليوم. تعذرونا على التأخير، تعرفون الموسم انتهى، ما انتهى بعده، انتهى نهاية يعني مبكرة مثل كل سنة تنتهي بشهر 12 ينتهي وماكو فكات. احنا راح ندخل الشهر الثاني وعندنا كابتنية عمالقة خط طول باقين دا يفكون، وصلوا الهواية لأبعد مسافات بالعراق، حصلوا نتائج تاريخية التاريخ يذكرها، توصلوا مسافات عبروا 50 كيلو بالعوق وصفح وعوج، 4 اتجاهات فكوا. أصحاب فضل على الهواية وأصحاب الهواية رح نطلع إن شاء الله إحنا وياكم إلى مواضيع تخص الهواية وتخصنا واللي يصير واللي صار ب 2024. وأريد أرجع لبداية برنامجي سنة 2025 تعم على العراق والعراقيين وعلى الأمة الإسلامية أجمع بالصحة والعافية والموفقية وراحة البال والرزق يا رب الكل أخوتنا وأصدقائنا. إن شاء الله موسم 25 بدأ، أكو أخوتنا ربوا الطير الصحيح. المعلومات اللي وصلتني وأشوفها وأسمعها بدأوا يربون الطير الصحيح الزلفين الحلو الأحمر البغدادي القديم، الطير اللي لونه أحمر، الطير اللي منقاره أبيض بدون نشلي خزي، بدون حبش مرعبل، بدون ذيله أسود شوكي وبيتنجاني، بدون طيور دلوعة محلوات. ربوا الطير الصحيح، ربوه أباه حسه يشتغل، يعني حتى اللي دا يشترون أفراخ اللي دا ياخذ 300 دا يرسلها دا يربي 150 منها 200. إن شاء الله هاي السنة تصير أحلى من ال 24. سنة 2025 راح تشوفون تربية خاصة من ناحية الأعداد، من ناحية الجمال، ومن ناحية الفك البعيد. أضمن لكم هاي السنة 25 راح يصير الفك البعيد بها اللي يخرق المسافات كلها. وشكر موصول لكل أخوتنا وأصدقائنا ومتابعينا اللي يوصلونا كابتنيتنا اللي هو الفضل الأكبر، اللي يوصلونا للمسافات البعيدة اللي تونسنا بها وضربوا أرقام قياسية، والحمد لله والشكر عندنا هواية كابتنية اللي فكوا كل أطراف بغداد، واللي فكوا واحد من جولاخ، واللي فكوا مواسط، واللي وصلوا وحدهم. أتمناهم الموفقية والنجاح الدائم صاحبي فضل على الهواية وأصحاب الهواية. خلوكم ويانا ويا مواضيعنا الشيقة إن شاء الله، ونبدي بأول موضوع إن شاء الله. خلوكم ويانا وصعدونا البث. أهم شيء تعليقاتكم الحلوة اللي تليق بكل أخوتنا وأصدقائنا ومتابعينا. خلوكم ويانا إخوتنا وأصدقائنا. أول موضوع أريد أبدي به يوم الجمعة القادم بالموفقية إن شاء الله والنجاح الدائم لكل كابتنيتنا وللكابتن مؤيد العبودي اللي خرق المسافات ووصل للمحاويل. ما عندنا كابتن وصل لهاي المرحلة لا بالقدماء ولا بالجدد. أتمنى الموفقية لهم كلهم. وصل مرحلة كلش قوية بالتدريب، أعتقد مجهود فردي بدون مساعدة. بداياته كانت تتعثر شوية ويا حاتم سنك، لكن قال بعد الفكة مال حاتم سنك سوت لي دافع انه هاي الطيور من طلعت من الدورة وراح بعدها للمحمودية، وصل الاسكندرية، وصل ابعد منطقة ما واصلها كابتن لحد الان. شوفوا الدافع اللي يصير عند الكابتن. نفس نشاطات الرياضية، نفس النشاطات الرياضية. اليوم اني اريد مصارعة كمال اجسام، اريد اوصل احقق نتيجة احققها، عندي طموح اني احققها. من دا يروح للحلة يوم الجمعة المقبل، هاي الجمعة إن شاء الله ننطلق للحلة. المكان اللي أريد نطيل إخوتنا للحلة، هذا يقول تعالوا للسوق، هذا احنا مو بكيفكم.
احنا اصحاب الرأي واحنا اصحاب الشأن واحنا اهل الطيور. المكان اللي حيصير نعبر الاقواس مال الحله الدخول كيلو رح نوقف، جيبوا طيوركم كلها هناك. ما حد يفرض علينا منطقه ندخل بها، احنا عابرين طرق قويه كلش، طابين لل 100 كيلو بالعوق عوج ما حد ما واصلها لهاي الفكه. ان شاء الله بالموفقيه للكابتن، هاي فكه رح اتطرق لها ان شاء الله فيها مواضيع خاصه. هاي الفكه جحيم، هاي الفكه فكه قتاليه، اعتقد هاي ثوره بعالم الفك، انفجار بعالم الفك بالمسافات البعيده. ماكو واحد يروح للحله، ماكو طير يروح للحله، ماكو طير يروح للمحاويل. زين، شكر خاص لكل كابتنيتنا اللي من الصغار وللكبار اللي عندهم حتى لو طيور قليلات وصلوا بيها مسافات بعيده. لكن انا احكي علي الربيعي سيطره الصقور 100 طير مخلف بنات الرابع، يعني بعدها صغار الطيور، مو طير حايل عمره سنتين ومدربه وموصله وشايل العمر، ومو هي 20 طير و25 طير وتوصل هاي المسافات خفيفه وتروح، ومثل ما شفتوها وصورناها واكدناها. اخوانا نوه الشغله وحده، علي الربيعي ومؤيد العبودي دا يتونسون دا يروحون المسافات البعيده، لا عندهم خصم ولا عندهم دوري ولا ابد، ما شاء الله. علي الربيعي عنده فوزين محققات درجه اولى، وعنده ضرب رقم قياسي بسيطره الصقور اللي اعتقد 50 كيلو، مثل ما طرقوا لها وقالوا لنا اياها الولد اهل الزاجل، المسافه 50 الى 51 كيلو. 50 كيلو يعني منا البعقوبه، مو قريبه اخوتي واصدقائي. سيطره الصقور انا بالسياره تمشي 200 قوه وصلنا، يعني بعد سيطره الصقور تدخل للفلوجه، مو حكي سهل. احنا ارجع وانوه واذكر وان تنفع الذكرى. احنا كنا نعبر مي يضيعن، من الشعب تعبر مي على جزيره بغداد يضيعن، من كنا ندرب يذكرونا كل اخوه كان اكو حاجز خوف بالفك، وما كان شوفوا ما كان حاجز خوف خرقوه اصحاب الفضل على الهوايه العام اهل المدينه. اول بدايات اهل المدينه اللي فكوا اصحاب الفضل، ما نريد اعدد اسماء لان الاسماء هوايه لكن معروفين، حصلوا نتائج، فكوا، وصلونا المراحل كلش قويه، انفتح باب الاعداد والمسافات البعيده. هاي السنه فك قوي كلش قوي، نهائياته كانت كلش درجه اولى، وتوصلنا علي الربيعي ومؤيد العبودي وسيف المالكي واحمد صبحي اخوتنا واصدقائنا اللي موجودين، فكوا فكات كلش قويه وبعيده. هاي الفكات اللي تفكها، اللي تنفك هيك فكات اخوتنا واصدقائنا، مو يعني يجي يفكها هاي الطيور. هسه مرات يقولون يابا فكوا من حي العامل بعيده، حي الجهاد بعيده، عباس بن فرناس بعيد، ما حد واصلهن. هذني وصلوهن اخوتنا واصدقائنا باعداد قليله وفكوها صاحبين فضل طبعا وشكر خاص لهم. من ما ارجع اذكر بالاسماء مالته، اخاف انسى واحد ويزعل. اقول من الجيل الحديث اللي قبل سنتين 3 سنوات 4 5 خرقوا هذا القانون، وصلوا مسافات بعيده، ناس رايحه للدله، ناس وصلت من اخوتنا واصدقائنا وصلوا جامعه دياله، اهل دياله الكرماء وصلاء اخوتنا واصدقائنا وصلوا لبغداد، هاي ما ننكرها. اني اجمع كل الاطراف اقول تحيه خاصه باسمي واسم جروب 2 عراق، الكل اللي خرقوا المسافات البعيده، هذا خرق للقانون. هذا احنا اللي كنا احنا ابيه الهوايه. ويسمعني خليل الحداد الكابتن، اشرس كابتن بالعراق انا عندي، ويسمعني وليد نعوش الاخ الطيب، ويسمعني ابو زكريا كتاب الهوايه وعنوانها، كلهم يسمعوني، ماكو هيك شيء. يعني احنا الاخ ماجد الربيعي الله يعطيه الصحه والعافيه منفك من الزقوره ويا عقيل ابو الهوش، طبعا تمنياتي بالموفقيه لعقيل ابو الهوش اخويا وصاحبي وصديقي. وطلعت الطيور، رجعنا للشعب لقيناها حاطه الطيور، حاطه ودا تتقامط الطيور، هذا انجاز قوي ما ينسي. مسافات بعيده، يعني العالم بوقتها قالوا شنو هاي الزقوره، وين اكو زقوره، ايش طلعين هاي الطيور، شلون طلعت؟ هسه من الزقوره صارت شغله عاديه. هسه من تقول له من الزقوره، لا يابا الزقورياتها تطلع الطير من عندها. ترجع على ابو غريب، خرقوا قانون خليل الحداد، فتح باب السرعه، فتح باب الفك من هناك. ابو غريب مو قريبه، ابو غريب 31 كيلو بالعوق عوج اخوتي واصدقائي، مو اني رايح مثل مسافه كاظميه حريه شعله، رايح مثل ويا الهوى، رايح للرستميه، لا، هذا فك بعيد خارق للمسافات.
شلون اجى هذا الفك؟ اجى بالتدريب وبالتعب. التعب اللي تعبوه كل اخوتنا واصدقائنا. طبعا اكو اخوتنا واصدقائنا تعبوا تعب لحد الان، حتى اهلهم قليل يشوفوه. زين؟ توصلوا اول مرحله توصلوا بها، شالوا حاجز الخوف اللي كان موجود عندنا. خوف اذا كان واحد يحل من المنصور، مره قلنا له الاخويا واثق الحلو اللي حنحل الطيور من جواك مالت حجي سمير، العالم كلها تقول يضيعن ويضيعن، منصور على الشعب. هسه يا منصور، هسه الطير شلون صارت ثقه بي؟ خلي انتبهوا لي كل اخوتنا واصدقائنا. اليوم اني هسه بعد ما اعترف بهاي المسافات القريبه، طيري يمشي على دمي ويمشي على قلبي وعلى تفكيري. اني من اباوع على المنصور، لا طيشير منصور نقلتي انا فكها من المنصور تطلع لطيور، وطلعت وفكوها وطلعت من مسافات كلش قويه. زين؟ يعني خرقوا مسافات كلش بعيده. هنا فتحوا باب، شالوا حاجز الخوف من كل اخوتنا واصدقائنا كانوا يفكون. اول مرحله حاجز الخوف انشال. اثنين، الفضل كله يفضل يعود للي فكروا. شوف انا ليش اقول مرات الخساره تعلموا من عندها، والفوز تعلموا منه. اليوم شلون فاز مثل فلان على فلان، ما حدد اسماء بهاي الفكه. الخسر ليش خسر؟ ما وصل لهاي الفكه. الغلب ليش غلب؟ وصل وكرر، وصل مكانات وعبر ابو الفكه. شوفوا اخوتنا واصدقائنا، عبر الفكه وكرر عليها وشاف الطيور قامت تطلع صحيحه ودرجه اولى وبوقت قياسي، اجى للفكه مطمئن. يجي بيوم الفكه تشاك باك. زين؟ واقف على القانون، يقول لك طير يطلع باكر اغلب. شلون يجي بالليل يقعد يقول باكر ان شاء الله اشوفكم شي ما شايفين؟ غير عنده ثقه بالطير مالته، فاكر الطير ماله، مدربل الطير ماله، مجعوس الطير ماله، فوق الاضافه لهذا مبسول مبسل. واني احكي هذني الخصال كلها تلقاها بالطير الزين. الطاير صحيح، الطاير شوط الاول يعني التخريج الاول. اذا ما طاير ما يصير بالاخير تجيبه وتشمره، وهذا ما يصير. هاي الامور كلها ما يصير يعني خلاف الفرض. هذا تدريب. اول شيء حاجز الخوف شالوه والتدريب. ثلاثه، اكو شغله كلش حلوه صارت، اندفاع الكابتنين ين جمهورهم قوي. هذا يقول خليل الحداد، هذا يقول حجي سمير، هذا يقول علي الربيعي، هذا سيف المالكي، هذا يقول مال مؤيد العبودي ما تطلع، هذا تطلع. وهسه الاراء رح تتحول كلها. فكت يوم الجمعه الحله ان شاء الله موجود السوداني ان شاء الله، احنا واذاعه خاصه تجي بها. رح ارجع اذكر موعد الفكه يوم الجمعه، ننطلق احنا وكل اخوتنا، والدعوه عامه للجميع. اذكر نعبر سيطره الحله كيلو، غير هذا ما عندنا. اللي يريد يجي اهلا وسهلا به، اللي ما يريد يجي خليه يجي معزز مكرم بس يتفرج على هاي الطيور اللي رح نحلها ما تلحقون عليها. ان شاء الله ما حد يلحق يشوف هاي الطيور ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. هاي الطيور اللي عنده طيور من الحله والقريبين على الحله والقريبين على السيطره، ما عنده الذيك الاماكن اني يجيبها للطيور. احنا نريد نحلها بطيور. اجت عندكم طيور تحلوها منا اهلا وسهلا، ما عندكم تجون تتفرجون على الفكه. رح نفكها للطيور وكل شيء بالطير اخوتنا واصدقائنا. احنا حنفك مدربه مفكوكه من المحاويل، فايته على سيطره الويند ما اعرف وين. يعني هاي الامور كلها شايفينها هناك، اسكندريه غير اسكندريه، خاشه بطيور، صايد طيور، مضيع طيور، هذني كلهن واردات. لكن الطير كل شيء بيه اخوتنا واصدقائنا، كل شيء بيه الطير، كل الاحتمالات وارده. احنا من نروح صاحب الفضل الاكبر على هاي مؤيد العبودي، ما هو يعني مو يعني يجي يفك هاي الفكه. هنا هو شيء يريد يقول انا ما محتاجها للطيور، راح اخذها دربتها عليها سويته، ارتاحت الطيور. برنامج غذائي كامل، برنامج دوائي كامل، برنامج برنامج المسيره اللي مشى بها بفضل الدكتور آلاء حكمت فاضل. خلينا نشوف هذا الطير يطلع من هناك بالجعص، لان اقوى فكه بالعالم انا محددها الجعص. مثل الجعص مخطر ماكو. هسه تجيب طيور فكه من الكرخ جعص يضيع عن ربع او نص. اقوى فكه تصير بالعراق، اقوى فكه بدون نقاش الجعص. ليش الجعص؟ الجعص تجي به هوايه طيور، هوايه امور تصير به. طير يقوم يتخلخل، ما يقوم ويا صاحبه، ما يقوم يترصرص ويا اخوته ويقوم يفلتن من عندن شرق. الباقيات تعتمد على اللياقه الفرديه، هاي 100% ما بيها نقاش. راح يعتمد مثل شرقه ما يجي، ما راح يجي ترى سبعينات وستينات وثلاثينات واربعينات. تجي شرق ينجعص راح يقومون بطيور هوايه، اذا جابوا هوايه طيور طبعا. نتمنى لهم موفقيه اخوتنا واصدقائنا للعله. راح ارجع على شغله واحده، احنا رايحين نتونس، رايحين للنزهه،
رايحين سفرة، رايحين العمر خلص، ايش بقى بيه العمر، رايحين الفضل يعود، الاخوتنا اللي يفكون اللي موجودين متواكبين متواصلين متواجدين ومثبتين وتد بالفك العنيف وواقفين شاك، يقول لك انا واقف دا فك، انا ربيت الطيور دا فكها، وحددت وقلت انا يا ناس يا عالم اذا عندكم طيور لا تفكوها فكه واحده وتبيعوها. يعني اسمعوني كل زين خلي ارائكم تفيدنا وتعليقاتكم الحلوه. اليوم اني السنه 360 يوم 12 شهر، شرجي غربي تراب عواصف قهر ضياع مرض صرف وعايف شغلي وعملي، دا يجي موسم افك فكه قريبه منا لهنا وابيعهن، شنو ونستهن؟ اني ونستهن شنو مثل هذني؟ زين؟ الله شاهد ينفكر من 3 فكات وفوق يلا تتونس، بعدين اذا خلصت فكتك اذا كنت خسران او غالب اطلع فكها وحدك، اطلع تونس، اخذ جماعتك وتونس، خذها للتشول، خذها قد تاكلها الواويه، اضرب ارقام قياسيه، هاي مو منافسه وعندك ند ويا خصم، هاي ما عندك انت. التاريخ يسجل، ليش التاريخ المرحوم سامي النجار الف رحمه على روحه بهذا اليوم ويخلي عائلته وابو زكريا ربي يحفظهم ويطيب الصحه العافيه، المؤسس للهوايه بدون نقاش. هسه بنقعد ونقول المرحوم سامي النجار عنده اوليات، العراق كله يسولف فيه، عنده فكات قويه ما ينمحي هذا من الذاكره، احنا دا نذكره وهي الفكات بالستينات واحنا هسه بال 2025، يعني قبل 85 سنه دا نتذكرهم لو ما نتذكرهم. برامجنا ماكو برنامج يفوت اذا ما نذكرهم، ليش؟ مسجلين ارقام قياسيه تاريخيه اعتقد نهايه العالم هاي. فهسه اللي يخرق هاي هيك مجالات وهيك مسافات شو يسجل؟ يسجل تاريخ، يقول لك باكر عقبه واكو اضافه الها. هذا المكان شو هسه مثل سيطره الصقور او الحله او المسيب او الاسكندريه او تطلع جامعه دياله بدون ذكر اسماء، لان عندنا كابتنيه درجه اولى وصلوا جامعه دياله وصلوا البعقوبه، وترجع لاهل دياله واهل البعقوبه واهل اهل الخالص، خلينا نقول دياله قاطبه، دا يفكون دا يوصلوا مسافات بغداد مو شويه، دا تباوع حتى يعني ما شاء الله طيور هوايه، مو دا يجيبون 20 و15 وواحد يقول والله هذني قليلات وطلعن. شوفوا اكو شغله هم انوه لها، حتى اذا جاب 25 30 طير هو دا يقصد مسافه، انت بدأ تجي تقصد ال 20 وال 25 ال 30 طير دا تقوم دا تروح لدياله يا اخوتي واصدقائي. مثل عندنا ابو هبهب هشام الله يعطيه الصحه والعافيه، انا يعني من حي العامل فكينا الطيور، صحيح انه يمكن 29 28 لكن طلعت الهبهب مو شويه. اخوتنا اللي دا يفكونها لدياله هسه دا يجون ملعب الشعب، ابو الحسينيه حسين حيزه العفو من بغداد جديده، اخوتنا لمحمد سكران. هاي ارقام خياليه، مشكورين اصحاب الفضل اللي يوصلونا لهاي الهوايه. ارجع العام واول العام الشكر خاص الكل اخوتنا اللي فكوا بعيد، قلت بدون ذكر اسماء اخاف انسى واحد يزعل علي هسه يطب لي على التعليقات. فكلكم قدمتوا شيء يليق بالهوايه وصعدتوا الهوايه احلى واحلى، لكن سنه عن سنه دا تتطور ويطلعون دا يضربون ارقام قياسيه. مثلا هسه احنا نروح سيطره الصقور مو زاجل هو صاحب الفضل الاكبر، شوفوا شلون تطور، وانا ارجع واقول لكم كل سنه واحد يضرب رقم قياسي. عديل محمداوي اول واحد فتح باب الفك من سيطره الصقور، فكها من جاي من سيطره الصقور، لان جماعته قالوا له هنا وكافي وقفنا قريبه، صورتها سيطره الصقور يعني قريبه كلش قريبه، ما كيلو وين قريبه يعني نفس المكان. ومشتاق ابو القصم انا بعد اكررها ضيعوا صحيح شيء قليل يعني ضاع من عندنا، لكن طبت الطيور. اما خرق القانون هاي السنه ربي يعطيه الصحه والعافيه علي الربيعي 100 مخلب بنات الرابع بتوثيق وتصوير وموجودات، واللي اعتاق ضاع عن 7 اجاني 3 من عندنا صورناهن، واللي دا يوصل دا نصور لكم اياه يروح على المي يحبي يعني يزحف سحوف يلا يوصل. هنا وين وصلنا؟ مرحلتنا اصبحت نفس قانون الزاجل مو دا يصوروه يجي قبل لا يوصل للمكان مالته، لو مضروب ضاربه صقر، لو ضاربه ضغط عالي، لو منتهي جاي ويوقع قوه يسحب سحوف يلا يوصل للبراجه مالته. نفس الشغله نفس الجمهور، اعتقد احنا يعني جمهورنا اقوى من الله اذا الله سهل. انديتنا نفس الشيء ان شاء الله وراح تتطور. موافقات عندنا من وزاره الرياضه والشباب الله يخلي الاستاذ عدنان درجال، موافقات عندنا كتب رسميه وجوائز رسميه راح تجي ان شاء الله باسماء المناطق كلها ان شاء الله راح تجي
يعني ان شاء الله عندنا مفاجآت بالايام القادمه ما نريد نحكي بها ان شاء الله. فكل هذا التطور الاول والاخير الكابتن اللي دا يفك وموصلنا. زين، احنا خلينا على صفحه، احنا مصورين، مقدمين برامج، مقدمين للنصيحه، لكن ابو الطير هو اللي دا يدربه دا يوصل هاي المسافات، عايف شغله، عايف ناسه، عايف رزقه، ودا يطلع هاي. وتعرف الطير ومعاناه الطير، بتصعد نزل حط بالبيكم روح وياهن، واللي يروح ليك مسافات شو وقت يرجع؟ تروح للصقور وترجع. يعني خليل الحداد الله يعطيه الصحه والعافيه يطلع لابو غريب بايام الدوام، شو وقت يوصل؟ وشو وقت يرجع؟ يرجع يلقى الطيور واصله وهو بعده بالازدحام نايم. هذا عناء، هذا تعب، هذا اجهاد هذا. زين، فشكر موصول لكل كابتنيتنا، كل كابتنيتنا بالكرخ بالرصافه اللي ونسونا، من جماعه الحريه الى جماعه الشعله الى الرحمانيه الى المنصور الى الغزاليه الى اخاف انسى مناطق همي انا اقول، الى الكرخ والرصافه عامه اللي فكوا الرصافه ابطال اخوتنا واصدقائنا ضربوا ارقام قياسيه، والكرخ همينا ونستونا. شكر موصول للي فازوا، يعني فارق طير فارق طيرين، غلبتك اكو فوز فرق طير يعني غلبتك اني، لكن فكينا وجمعنا لم شمل اخوتنا واصدقائنا محافظات العراق كلها. لا ننسى الفضل الاكبر يعود لاخوتنا اللي عذبونا بالمناطق وبدأوا بها بابو غريب، ربي يعطيهم الصحه والعافيه وبحي العام. نعتذر عن الانقطاع اللي حصل طبعا النت والانترنت. ارجع اوصل شكر خاص لكل اخوتنا واصدقائنا كابتنيه بغداد كلها، ما شاء الله تدريب درجه اولى، توصلوا المراحل خط اول بالفك مسافات بعيده. هاي صار لنا سنتين، العام وقبل العام وهاي السنه ما شاء الله خرقنا القانون. شكر موصول اللي فكوا اول العام كلهم، وللعام اللي حطموا ارقام قياسيه واخذوا الاوائل على بغداد، والسنه همينه السنه همينه ما شاء الله وصلناها جمهور اقوى، اعداد اقوى، فكات ابعد. فشكر موصول كل اخوتنا واصدقائنا ومتابعينا، وشكر موصول الكل جمهورنا اللي حضر بالفكات مالتنا. نتمنى لهم الموفقيه والنجاح الدائم. هاي السنه ان شاء الله قلت بدوا بدايه، هسه ربوا ناس اكو مشدده، ناس باقيه. اعتقد هاي السنه حتصير اقوى، سنه عن سنه اقوى، سنه عن سنه اجمل، سنه عن سنه ابعد ان شاء الله. زين، فنتمنى الموفقيه للجميع، وخلينا نشوف تعليقاتكم الحلوه ونعبر هذا الموضوع الثاني. اخوتنا واصدقائنا، انا الموضوع كلش مهم، يعني موضوع سريع ان شاء الله. انطي معلومه انه مؤيد العبودي الكابتن وعلي الربيعي وسيف المالكي مثل اذا دا يفك هسه، او خليل الحداد اللي حيتجه، او اهل دياله مثل دا يجون هنا، ماكو منافسه. هو دا يتونس، دا يوصل للمسافات البعيده اللي يريدها ويضرب ارقام قياسيه مثل ما حكيت انا. فماكو منافس لهم. فك باسم بغداد كلها، او اهل دياله باسم دياله كلها، او اهل المحموديه باسم المحموديه، اهل الحله باسم الحله. فهاي قلت ارقام قياسيه سجلوها بدون منافس بدون دوري، يتونسون كل اخوتنا واصدقائنا. وارجع اذكر الدعوه عامه للجميع يوم الجمعه المقبل ان شاء الله بالكراده، ننطلق من الكراده من يم مؤيد العبودي. انوه الشغله وحده موضوع خاص، ونوهت الى الدكتوره آلاء حكمت فاضل ربي يعطيها الصحه والعافيه، ونوهوا الى كل اخوتنا، وهذا موجود عند اهل الزاجل، عند اخوتنا اللي دا يفكون وتدريب عندهم، ربي يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه. سلامي الخاص طبعا لكل اخوتنا واصدقائنا البيطريه اللي بالعراق كله، تعبانين متواصلين ويا اخوتنا متواجدين، اكو ناس تطلع تلقح، اكو ناس بتواكبوا وياهم يعرفون الادويه شنو اللي تتمرض تقوم. فشكر خاص لهم الكل بيطريتنا اللي بالعراق، ربي يحفظهم. شكر الكل مدراء الجروبات الموجودين اللي تعبوا وتواصلوا ويانا وتواصلنا وياهم. رح ارجع على موضوع كلش مهم. هذا دار نقاش بيني وبين الدكتوره آلاء حكمت فاضل، سمعوه هذا يفيدكم كلش فيكم. وهي عادل العصبجي ابو المدينه، كابتن المدينه عادل العصبجي، الله يعطيه الصحه والعافيه، ما شايفه صار لي هوايه، ان شاء الله صحه وسلامه وعافيه، هو واخوته واصدقائه بالمدينه. قبل يقول يعني يسولف وياه، يقول يا ابو كرار رس الطير اللي يوقع ما يفيد، الطير اللي يتاخر بالفك ما يفيد. كنت اسمعه، انا استمع له طبعا واستفاد.
ارجع على موضوعنا. اخوتي واصدقائي استفادوا من عنده. فدار الحديث اني والدكتور علاء حكمة الفاضل الله يعطيه الصحه والعافيه المتواكبه ويا اخوتنا ويا اصدقائنا. اعتقد يعني العلاجات الصحيحه الدرجه الاولى بعد الفحص تلقوها موجوده وخبره قويه ان شاء الله اجمعين يعني على كل اخوتنا واصدقائنا البيطريه. عامر سعدون على البث ربي يعطيك الصحه والعافيه. ارجع على شغله واحده اخوتي، الرس يلعب دور. فالدكتوره قالت هذا الشغله نفس يعني خلينا نقول نفس الزاجل. عوف الدكتوره على صفحه الزاجل من دا ياخذوا دا يطلع مسافات يبقوا ياخذون الرس مالته. فنصيحه من عندي وانتم اكثر اخوتنا واصدقائنا مو بعاسه الطير انه تبيعها وتطلعها. من تشوف طير درجه اولى عندك درجه اولى وقطع مسافات وتبسل وبقى هذا احتفظ به، ما له قيمه. احتفظ بيهن، رسسهن، كملهن طيور مرسسات منا ومنا، تاخذ افراخ درجه اولى مرسسات وتعرفهن. الله شاهد هذا دار الحديث بيني وبين دكتور كان يمها الله يعطيه الصحه والعافيه وهي. فكنا موجودين قالت الرس مال هاي الطيور اللي تطلع من الصقور، تطلع من المحموديه، تطلع من الحله، هذا طير بيرس، هذا جيناته تلعب دور ترى بالزق. ليش تجيب هسه طيور مرسسه زققها بناتها خط طول. عشان نرجع على الكابتن وليد نعوش شوف عنده من الرس مالته يعزل طيور وينزلها. مرات يطلع افراخ، اعطيكم هاي المعلومه. اللي يطلع الافراخ شكو صابغ زلفين مفرع هذا ينزله جوا يعرف امهاته ويعرفه. اما يصير شاد ومحير يخلف يطبقه يحصل منه نتيجه درجه اولى. وشفناها ما سيف ابو العظميه انطاه طيور خارقه، طل خليل درجه اولى قام يفك بها خليل وطلعت وهو عنده طيور درجه اولى تشوفوا مالاته. فالرس يلعب دور. فنصيحه من السوداني انه الطيور مالتكم الدرجه الاولى احتفظوا بها نزلها جوا. اما اذا كانت امكانيته ضعيفه ويحتاج انه يبيعها ويربي افراخ فهذا موضوع اخر. هذا اللي عندنا اليوم اخوتنا واصدقائنا. سلامي الخاص بكل كابتنيتنا. يقول ذكر فإن نفعت الذكرى. يوم الجمعه منطلقين المدينه الحله، مكان الفكه اتصلوا بيها هسه. نعبر سيطره الحله، اول ما نعبرها كيلو راح نوقف هناك يصير التجمع. اكو طيور ماكو طيور احنا خطاركم، احنا ناويين نذبها من هناك. اذا بطيور واذا بغير طيور احنا فاكيها الطيور. احنا جايين ضيوف راح يجون طبعا الكتله الاكبر يعني انطوني خبر انه كلها راح تجي. اخوتنا واصدقائنا اهل بغداد اهل الكرخ والرصافه راح يحضرون بالفكه ان شاء الله. عدد الطيور راح تنفك 72 ان شاء الله. راح اصورها تصوير كامل لكم قبل ما افكها، ومن ترجع اصورها تصوير ثاني ان شاء الله. زين، اتمنى الموفقيه والنجاح الدائم لكل اخوتنا واصدقائنا. عام حافل 2025 بالنجاح.